ممكن بقى نسيبنا شوية من لانشون الفراخ واللحمة وتركزوا لي على صدور الفراخ الباردة المدخنة اللي بتتباع بره بأسعار رهيبة. هقول لكم على كل أسرارها وأتحداكم إن أنتوا مش هتشوفوا الطريقة دي في أي حتة، هتشوفوها هنا وبس. أول حاجة كده هبدأ معاكم خليط أنا سميته خليط النقع، علشان ده هنحط فيه الصدور كده شوية. عندي مية بصل حوالي كوبايتين عادي واحنا بنصفيهم، لو في شوية طفل كده نسيبهم زي ما هم عادي مش مشكلة. معلقتين كبار من البابريكا المدخنة ومعلقتين كبار من البابريكا العادية، وده لون البابريكا المدخنة. طبعا في فرق في الطعم قوي ما بين البابريكا المدخنه والبابريكا العاديه، ارجوكم بلاش نستغنى عنها، موجوده عند العطار عادي خالص. معلقتين كبار من الباربيكيو صوص، معلقه كبيره من السبع بهارات، ملح وفلفل اسود، ومعلقتين كبار من دبس الرمان، ومعلقه كبيره مليانه من البصل البودره ومرقه الدجاج الفوريه. ونقلب بقى كل الكلام ده مع بعض. نجهز ايه بقى دلوقتي؟ هجهز عندي صدور الفراخ اللي انا هستخدمها. الصدر ده حجمه تقريبا 550 جرام. نختار ونشتري الصدور اللي يكون حجمها كبير علشان تستحمل معانا السوا. انا استخدمت 3 صدور، يعني الكميه اللي انا هعملها تقريبا كده هتكون كيلو ونص او ازيد من كيلو ونص بشويه. زي ما قلت لكم الصدر 550 جرام. بدي بقى كده تقليبه كده على الجنبين زي ما انتم شايفين، علشان بقى اتاكد ان الخليط هيدخل جوه كل حاجه. وما تقلقوش، هي هتشرب التتبيله دي عادي خالص، يعني مش عايزاكم تقلقوا عشان حجمها كبير وكده، لا تمام زي الفل. استمروا بس كده وتطلع معاكم جنب. المهم بقى هغطيها وادخلها الثلاجه من بالليل للصبح. بس انا في حاجه كده عملتها ويا ريت انتوا تعملوها قبل ما اكمل بس واقول لكم ايه اللي انا عملته. طفل البصل يا جماعه يتشال في الفريزر، ده بالنسبه لي كنز بقى، بحطه في الفراخ وهي بتتسلق، بحطه في التتبيلات في الكفته، ما بيقولش لا على اي حاجه بصراحه. المهم في نص الفتره بقى طلعت الصدور دي وحبيت ان انا اديها تقليبه كده وارجعها تاني التلاجة، يعني علشان اتاكد برضو كده ان كل حاجه كده دخلت. بس بقى كده خلاص عدى عليها كده ليله كامله في التلاجة. عايزه اقول لك لو عايزه 24 ساعه تمام زي الفل. هجهز كده خليط من التوابل عباره عن معلقه صغيره من البصل البودره والثوم البودره ومرقه الدجاج الفوريه والبابريكا المدخنه، واديهم تقليبه كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين. هقول لكم هعمل فيهم ايه دلوقتي. جهزت مصفى بس هصفي كده دقيقه ولا دقيقتين فيها صدور الفراخ مش اكتر من كده، وكمان حطيت طاسه على النار علشان تسخن كده معايا شويه. شايفين بقى التوابل اللي احنا عملناها دي، هديها تقليبه كده من فوق ومن تحت، وهبدا بقى ان انا اديها دهنه كده بالخليط الحلو اللي احنا عملناه ده. طبعا انا ما حطيتش ملح لان انا حسيت في خليط النقع ان هو كان الملح زياده سنه، فما حبيتش ان انا احط شويه ملح في خليط التوابل. بس الموضوع عادي يعني، انت دوقي كده واحكمي انت بنفسك. المهم بقى انا سخنت طاسه ليه فيها معلقتين 3 من الزيت، علشان انا عايزه ادي تشويحه بسيطه قوي من غير ما الصدور تاخد لون جامد. يعني الفكره في ايه يا جماعه، ان انا مش عايزه الفراخ تنزل كل الميه بتاعتها لما ندخلها الفرن. الحركه دي تخلي ان هي تسد المسام بتاعتها. نجهز بقى صينيه فيها شويه ميه ومعلقه من البابريكا المدخنه ومعلقه او معلقتين من الباربيكيو صوص. احط الصدور كده بالشكل ده وهدخلها فرن سخن على درجه حراره 170 او 160، وهقول لكم بقى طريقه السوا ازاي. بس خلوني قبل ما اقول لكم طريقه السوا هقول لكم على خليط تلميع رهيب هيدي لمعه فظيعه للصدور. عباره عن ايه بقى؟ معلقه من دبس الرمان ومعلقه صغيره من العسل الابيض ومعلقتين 3 من الميه. ده بقى تستخدموه بقى يا جماعه بقى يا نهار ابيض حلوه حلاوه، اصلا بتخليها بتلمع كده ولذيذه. وعايزه اقول لكم بتفضل اللمعه دي كده فيها شويه كده، فبيبقى الموضوع حلو قوي بصراحه. بعد بقى ما تبرد خالص خالص وتتاكدي ان هي بارده تماما، لازم ان هي تتغلف كويس قوي وتتشال في الثلاجه بقى يوم كده كامل، علشان لما نيجي نقطعها تتقطع معانا كده بلذاذه. جماعه عايزه اقول لكم يا جماعه طعمها وهمي بجد. مش عايزه اقول لكم انتوا اصلا مش هتبطلوا تعملوها، يعني سيبنا بقى من العيال والمدرسه والكلام ده كله، انت اصلا هتحبي ان انت كده كل شويه تعملي لنفسك ساندوتش. طريقه السوا بتاعتها بقى هقولها لكم كده تاني. تتحط على 160 170 حوالي ساعه ونص. انا عشان مستخدمه كميه كبيره والصدر كان حجمه كبير، يعني مستخدمه الاجمالي كله تقريبا كيلو ونص، فاخدت معايا ساعتين الا ربع في الفرن 160 170 مش اكتر من كده. لا استخدمت كيس حراري ولا ورق زبده ولا غطيناها بفويل ولا اي حاجه. سيبيها زي ما هي، اعمليها زي ما قلت لك كده بالشكل ده. انا عارفه ان انت لو جربتيها بالطريقه دي هتدعي لي بجد من قلبك، علشان هتاكلي ألذ واحلى صدور فراخ مدخنه. وما شاء الله بتعمل معانا كميه كبيره قوي، بتتشال في الفريزر، فالموضوع جامد بصراحه، فلازم تجربوها وبس كده.